السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اشفي ابن عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهالينا في غزة وسوريا والعراق وفلسطين والسودان، وانصر اخواتنا واهالينا في كل زمان ومكان، واجعل يا رب مصر دايما بلد الأمن والأمان. كلنا طبعا وما فيش حد فينا ما يعرفش وقت العدوان الثلاثي والجملة الشهيرة اللي كانت ناس كتيرة قوي من اخواتنا السوريين كاتباها على المحلات بتاعتها: من قلب القاهرة هنا الشام، من قلب القاهرة هنا دمشق، من قلب القاهرة هنا حلب. اكترية المحلات حاطة الجملة دي، والجملة الاصلية كانت ايام العدوان الثلاثي والكلام ده كله. اول حاجة عملوها ضربوا الاذاعة المصرية، كان من اخواتنا في سوريا. طبعا التضامن مع مصر وسوريا من زمان ومحدش يقدر ينكره. الاعلامي عبد الهادي بكار لما طلع من قلب دمشق وقال: من قلب دمشق هنا القاهرة، وبدأت الاذاعة المصرية تبث من سوريا طول الفترة بتاعة العدوان على مصر. وكانت الناس بعد لما بتستنى الأخبار من القاهرة علشان تعرف ايه اللي بيحصل، بقت بتعرف الأخبار من الإذاعة الدمشقية. بوست شفته النهاردة عجبني جدا. الشعب المصري دايما هو والشعب السوري كده تحس ان في تناغم ما بينهم، تحس ان في انسجام كده. الناس زعلانة ان اخواتنا السوريين ماشيين. البوست ده انا شفته وعجبني قوي. بيقول لك ان من قدم لنا السبت قدمنا له باقي أيام الدهر، ومن جعل لنا دمشق إذاعة للقاهرة جعلنا له القاهرة دمشقا. يعني إحنا كنا مرحبين بيهم وكنا عايشين مع بعض. ما أعتقدش إن في يوم حصل مشكلة من قالك أصل السوريين هم أصل. وبالعكس لما كان بتحصل مشكلة مع السوريين، وأنا أفتكر لما كان صاحب مطعم عايز يفتح في أكتوبر وحصل معاه مشكلة، أنا كنت من الناس اللي عملت 200,000 فيديو ان ازاي الناس دي تعملوا معاها كده، وان ازاي الناس فاتحه استثمارات والكلام ده كله. امبارح الحمد لله سقط نظام بشار، النظام الطاغي اللي قعد حوالي 13 سنة في ظلم، 13 سنة في قهر، 13 سنة في عبودية وحاجة يعني لا تحتمل. وانا هنا بتكلم عن الحرب اللي كانت دايرة في سوريا، مش بتكلم عن نظام بشار الأسد ككل. لكن ماذا بعد تحرر سوريا؟ ماذا بعد واحنا يعني ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة من الكلام ده كله. ان شاء الله ربنا يحفظ سوريا ويحفظ اهلها ويحفظ شعبها ويحفظ ارضها. لكن عندنا السيناريوهات اللي حصلت من بعد ما يسمى الربيع العربي: ليبيا، السودان، العراق، اليمن. ايه اللي حصل فيهم؟ اشمعنا في الوقت ده بالاخص فجأة كده بين يوم وليلة لما جه بصوا يا جماعة بقى عشان اليوتيوب بيقفش شوية، احنا هنسمي الحاجات بمسميات، وانا عارفة ان انتوا اذكياء وهنحل مع بعض الكلمات المتقاطعة. الرجل الحزلقومي ذو الشعر البرتقاني جنة دلوقتي بكدشه البرتقاني ده هون وقبل لما يدخل لسه يا راجل، ده انت لسه يا راجل لسه بيمسحوا البيت الابيض، لسه حتى بيرشوا لك الفينيك. الدنيا اتقلبت رأس على عقب. فجأة كده النظام السوري أبيد، فجأة كده ما بقاش في حاجة اسمها بشار الأسد، فجأة كده خرج بشار بره المشهد، وبقى المتصدر الحقيقي الرجل الحزلقومي، والرجل دوكها التاني، دوكها النتن ياهو. ركزوا معايا بس كمان عشان قلت لكم اليوتيوب بيقفش. المهم ان احنا من امبارح انا عماله اشوف التصريحات كلها للاتنين دول، الراجل البرتقاني والراجل التاني اليهودا. هو خد عندك بقى الناس الرؤساء ووزراء الخارجية مرهفين الحس. بيقول لك ايه وزير الخارجية البريطاني: السوريون يستحقون انتقالا سياسيا شاملا نحو الامن والسلام. يعني وانت كنت فين يا اخويا وهم السوريين طالع عينيهم وعمالين ياخدوا على دماغهم؟ انت كنت فين؟ قول لي كده، قول لي. كنت خايف من الدب الابيض. ايوه يا لئيم انت يا خلبوس. كان مستني الراجل البرتقاني يديله الاوردر. كان مستني الراجل البرتقاني؟ تفتكر اكيد حزلقوم هيطلع ورا الليله دي كلها؟ ما هو الاساس اصلا.
ده لسه بيصبنوا لي الكبنيهات في البيت هو الابيض. مش ده حزلقوم اللي قبل كده قالوا راس الراجل اللي هو عامل نيولوك اللي طلع اداهم اللي هو بتاع تحرير الشام ده، اللي قال ايوه 10 مليون دولار لراسه؟ حزلقوم قال 10 مليون دولار ايوه لراسه. مش امريكا قالت كده؟ وطلع في النهايه ايه؟ ايه طلعوه على CNN. يمكن مطلعينه عشان ياخدوا منه ال 10 مليون دولار. لا ما هو رجع الصوره بقى ايام ال 10 مليون دولار والنيولوك اللي عمله دلوقتي جديد بقى. خد ال 10 مليون دولار عمل بيهم مليون لوك تفتكر؟ يمكن برضه. شوف بقى وزير الخارجيه البريطاني تاني، الاسد ارتكب جرائم وحشيه ضد السوريين. قوم يلا بينا يا ابني عشان نشوف سوريا. قوم حضري لي الشنطه يا حاجه، حضري لي انت مالك انت جرائم ولا وانت كنت فين وهو بيرتكب الجرائم ده هي؟ ولا بقى لما خلاص كلكم شفتوا ان التورته كل واحد جاي وعايز يكبش وكل واحد وجاي عايز يغرف، واللي بقى كل واحد يطلع يعمل فيها عنتر فجل. الرئيس الإيراني بقى شوف بقى ده هنا بقى قال لك الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده ونظامها السياسي. عايزين حاجة حبايبي؟ عايزين حاجة؟ أنا قاعد أهو، أي حد يندهلي ما تقلقوش أنا معاكم. تفتكر كله عمال يتخابس؟ ما تجيب المفيد. قولوا أنت. هو مين المستفيد دلوقتي؟ أول ناس استفادت مين؟ نتن. قال إيه بعديها؟ إيه؟ ادى أوامر للقوات ادخلوا المنطقة العازلة. يعني النتن هاشتاج استنى اندرسكور ياهو ده دخل المنطقه العازله. ده قبل الفيديو، دلوقتي دخل 14 كيلو جوه العمق السوري. دخل 14 كيلو جوه سوريا؟ يا راجل يمكن جاي يشوف حاجه ولا خارج على طول. لا هو في اتفاقيه بتاعت فض الاشتباك من 74، هو نقض الاتفاقيه دلوقتي بس بيقول لك مش لاقيين جنود سوريين يا حبيبي يحموا المواقع ديت اللي ما بيننا وما بينهم. طب ما يمكن داخل يحمي المواقع وخارج على طول برضك، ما تبقاش كده يعني. لا يا شيخ ايه مواقع ايه ده؟ هو محتل الجولان اصلا، يعني هو واخد جزء من سوريا. طب ما يمكن برضك هو داخل يشوف مثلا بشار ساب حاجه، اي هدوم ساب فلينات ويشيل حاله في شنطه يروح يوديها له. هو ساب لنا مصيبه. ده للاسف يعني. هرحوز. والقناه بقى اللي هي بتاعتهم اللي هم دول هم الناس الكاكي دول هم رقم 12، القناه اللي هي ال 12 قالت لك احنا بنجهز للحرب على سوريا خلال ساعات. الدنيا قامت والناس انزعجت والكلام ده كله. نزلوا بعدها زي توضيح قال لك لا يا جماعه المتحدث بتاعنا باسم الجيش اللي هو الياقي جيش ده هو قال لك اتلخبط وما كانش قصده حاجه، هو مش قصده سوريا خالص. هو مش قصده كده، هم دخلوا اصلا. هم دخلوا بالفعل. يعني امال ايه اتلخبط بقى يا راجل انت يا مهزأ انت؟ ما هو بيضحكوا بقى عليهم بقى على ما يبتدي يراجعوا التصريح يكونوا هم خلصوا. ده انت راجل مهزأ وكذاب فعلا. شكلك ايه دلوقتي بقى وهم دخلوا بقى دلوقتي؟ شكلك ايه؟ شكلنا احنا كلنا ايه يا عم ان شاء الله ربنا يعديها على خير. قال يقول لك لا مفيش الكلام ده، والله كدابين فعلا. شوف بقى بيقول لك هيئه البث اللي هي بتاعت البعدة دول، الحكومه صادقت على السيطره على نقاط مراقبه في الجولان. احنا ما لناش دعوه، احنا جايين نحمي بقى الناس بتوعنا، جايين نحمي الارض بتاعتنا، نقعد جنبها ان شاء الله لحد لما تشوفوا رئيس ولا حد لما تشوفوا اي حاجه. انا عايزه اقول لكم على حاجه من الاخر كده، سيبكم من الكلام اللي انا بقوله وسيبكم. تقول لهم الاول الراجل راح فين؟ بشار مش عايزين نعرف هو راح فين. قول لي راح فين؟ راح روسيا. عند الدب الابيض. ادوا له لجوء سياسي هو واسرته. الله يمسك، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك يلي خرجت وقلت بلدي وان جارت علي عزيزه على طول كده. يا راجل طب اقعد خد ودي مع الناس، يمكن حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمه كلهم. بيقول لك بقى ايه الحكومه الاسرائيليه يخرب قلت اسمهم يلا مش مشكله بقى تصادق على التوغل كيلومترات في المنطقه العازله بالجولان. لا خلاص هم دخلوا. الناس طبعا مبسوطه وفرحانه للي حصل في سوريا، لكن ارجوكوا مع الفرح والسعاده وكل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده توخوا الحذر وخدوا عبرة من اللي حصل في كل ثورات ما يسمى الربيع العربي. لكن احنا ما شفناش اي ربيع ولا شفنا اي حاجة، بالعكس كل او اكترية اللي دخلوا الثورات دي الشعب حصل له اهانة ومهانة، واللي عدى منها على خير بيتفرم.
اتمنى ان شاء الله تكمل على خير لاخواتنا السوريين. انا مرضتش اتكلم في الموضوع من امبارح ومرضتش اعلق ولا اقول اي حاجه، بس جالي كميه رسائل من ناس سوريين، ستات ورجاله وناس كبيره. انا اتبسطت جدا ان الناس بتقول لي هو انت ازاي ما اتكلمتيش على اللي حصل في سوريا. قلت يا جماعه علشان انا كلامي مش هيعجب حد، كلامي ممكن ما يجيش على هوا حد. الناس شايفاه انتصار، ان شاء الله باذن الله هو انتصار، ان شاء الله انتصار. اتمنى ما يكونش سقوط، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تحفظها وتحفظ اهلها وتحفظ البلد دي بحالها بكل اللي ما فيها، الناس الكويسه بس، لكن اللي زي بشار وغيره دول يا رب بيتعمل فيهم زي ما انت ما عايز. عندنا مشكله في الثورات للاسف، وخدوا يعني مش عايزه اضرب امثال بحاجات كده عشان ما تجابش من قفايا، انا عايزه اربي عيالي وعندي امتحانات. الناس بتركب على الثوره، الناس بتبقى الشباب هم اللي عاملين علشان مطالب ليهم ابسط حقوقهم، عيش، حريه، عداله اجتماعيه، بيبقوا عايزين حقوق بسيطه. تلاقي واحد كده 2 3 10 20 جم خدوا الثورة بما فيها وبقت المطالب حاجة تانية وأطماع سياسية لناس جعانين جوع سياسي، جعانين جوع سياسي. احفظ يا رب بلدنا، واحفظ يا رب سوريا، واحفظ يا رب السودان، واحفظ يا رب كل بلاد العالم كله، العربية والبلاد اللي فيها ناس بتتقي الله في شعوبها. واتمنى حضرتك شايف ان انت رأيي ده باي باي ما تسمعوش، لكن تدخل تشتم، تدخل تقل ادبك، مفيش اسهل من البلوك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مش عاجبك رأيي ما تاخدش بيه، ما تسمعهوش. هو ده مش انا مش بقول لكم السيناريو، يعني مش برسم لكم اللي هيحصل في سوريا، لا ده واقع وحصل، ومن دقايق البعدة دخل وسط وطنه. مش عاجبك كلامي ولا كأنك شفته، اعمل سكيب للفيديو، اعمل سكرول للصفحة، اعمل اللي انت اعمل لي ديليت، امسح الفيديو، اطلع منه، لكن تطاول مش مسموح.